السلام عليكم. الخبير التحكيمي جمال الشريف يفضح حكم مباراة الأهلي والألمنيوم بسبب هذه اللقطة في مباراة الأهلي مع الألمنيوم، ويكشف المؤامرة الكبرى على النادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. شهدت مباراة الأهلي مع الألمنيوم جدلا تحكيميا من جانب الحكم، وكمان ما كانش فيه حكام فار في المباراة. دخل على الخط الخبير التحكيمي جمال الشريف وأدلى بتصريحات لقناة الدوري والكأس القطرية وقال: لقد شاهدت هذه المباراة، طبعا كان فيها كذا لقطة غريبة جدا عمري ما شفتها ولا مرت عليا، خصوصا ان مفيش تواصل مع الحكم الساحة مع حكام الفار. ازاي يا جماعة يحصل كده مع نادي كبير زي النادي الاهلي؟ انا اندهشت صراحة ان الحكم كان بيبقى قريب من كل لعبة وما بيكونش عارف اللعبة اللي قدامه ديت المفروض تكون ايه بالتحديد. وهجوم الناس الكبيرة جدا ان كان المفروض الاهلي ما ياخدش ركلة جزاء، ازاي وكانت واضحة وضوح الشمس، وان الاهلي كان ليه ايضا ركلة جزاء اخرى ولم يتم احتسابها تماما، وده بسبب ان الحكم مفيش غرفة فار تقوله ولا ان هو يبص عليها مرة تانية. ازاي بيحصل كده؟ الاهلي بيتحط في اسوأ الحكام، ومع اسوأ الحكام المفروض الاهلي يجيله حكام اجانب علشان المباريات بتاعته. ازاي مباراة تكون بهذا الشكل؟ فاكرين طبعا ان المباريات اللي كانت بين الاهلي والزمالك لما كان بيحصل جدل طبعا كانوا بيطلبوا حكام اجانب. ازاي دلوقتي ممكن الاهلي يلعب قصاد بيراميدز اللي بيغلي سعر التذكرة من غير ما يفكر يجيب حكام اجانب لتلك المباراة؟ في مباراتي هتكون فاصلة المباراة اللي جاية مع نادي بيراميدز، ويجب على النادي الاهلي جلب حكام اجانب في مبارياته المقبلة إذا كان يريد التتويج بالدوري، لأن الحكام المصريين لا أمل فيهم صراحة. وأعتقد أن بعض الحكام ببعض التعليمات يريدون أن الفوز يكون لصالح بيراميدز اللي ركبه بتخبط في بعضها علشان هيقابل الأهلي يوم الاثنين اللي جاي، وأن أعتقد أن المباراة ديت هيكون فيها برضو جدل تحكيمي كبير جدا. وأعتقد أيضا أن بنهاية تلك المباراة الفريق اللي ممكن يفوز فيها ممكن يكون فيه الأولوية ليه انه يحصد لقب الدوري هذا العام. اكيد في منافسة، ولكن اكيد عارفين ان الاهلي ما بيضيعش تلك الفرص، مش بيضيع البطولات بالسهل. زي النهاردة يمكن جاب الهدف بتاعه في الدقيقة بلس 90، ولكن كان مصر انه لازم يفوز، خصوصا ان المباراة النهاردة لا تقبل القسمة على 2، فهي مباراة في كأس مصر.